الخبراء رسلوا لهم بطيران مسير إلى مطرح الريان، يحسبون أنه يفجعوا القبائل. الله محيي أصلكم يا قبائل دهم. الآن هذه كلمة مهمة للشيخ حمد بن فدغم، وأعطى مهلة محددة لتسليم ربيعته. إذا لم يسلموها لهم فهم مجبرين على معركة الكرامة. لا نقاتل قاتلنا. انا ما جيت احكم والله سياسيه ولا اخدم جهه عسكريه. العلويه ما قد قادوها الناس دول. اكيد. وانا جيت مشان القضاء. اكيد. انا سبحان مياعة فهد. خذوا الله من جنبي. صلوا على رسول الله. هذا حق حقوق الوكيل ولا طالب لها بالصدق ولا بنت زعيم. المرأة اللي أخذوها من جنبي وتقول شرفي ردوا. نعم. رسول الله. موقف قبلي شريف نظيف لا يخدم أي جهة من الجهات. بالنسبة للتحالف والشرعية معهم طيران ومعهم قوات الله يستر عليهم وأنتم يحرمون ولا توضيح للرأي العام. أنا أدعي القبيلة اليمنية لإعادة الكرامة. نعم بجد. وحنا إلا من الكرامة. القبائل اللي تحت سيطرة الحوثي ينبغي أنكم تنفذوهم من الإهانة اللي كلمة صراحة. يعني لا عاد الرجال ولا عاد له سلطة ولا عاد له حب ولا عاد له مبدأ. اليوم لا قبائل فراغ يجيب إنسان لا له تاريخ، بعضهم ما له أصل، والله ما يقدر ينسب جده الأربعة هذول اللي مسوين في العالم النقيب ويبغى ينهم ويقتل قبلية تاريخية من عاد بالله. هذا الموضوع هذا المطرح مطرح الكرامة. إن جاء حل ولا بعد أيام سنخوض معركة اسمها معركة الكرامة.